سؤال من عبد الوهاب بيقول لما تحس انك مش قادر تكمل ايه الطرق اللي تنهي بيها هذا الاحساس؟ والله بص، وانس ان انت وصلت لهذا الاحساس فانا شايف ان افضل حاجه ممكن تعملها هنا هي انك ما تكملش، تاخد بريك. يعني ما زلنا بنؤكد ونعظم من اهميه الراحه، البريك. تلجأ لدعم الاصدقاء. انت جامد وكل حاجه وانا جامد وكل حاجه، بس انا بحتاج لدعم الاصدقاء. يعني انا حرفيا اخر فتره كلمت اصحابي جمعتهم في جروب، تعالوا ناو انا محتاج اصيح، ودخلت معاهم المكالمة وقعدت اشكي وازعق واشياء من هذا القبيل. ولحد ما الحمد لله يعني بقيت احسن، وبداوا ان هم يدوني وينوروا لي حتت ما كانتش باينه عندي. ففكره استريح، دور على سبورت سيركل او سبورت جروب، وبرضو تبقى فرصه للتحليل. وانا ليه مش قادر؟ ما يمكن انا ضغطت على نفسي زياده عن اللزوم. زي مثلا انا زي حالاتي كده لما كنت بروح الجيم، كل مره بعد الانقطاع بقى رايح بنفس العقليه ان انا بقى قادر اشيل ال 80 كيلو دول، هشيلهم، انا كنت بشيلهم. فامزق نفسي، وبعدين اقعد شهر ولا شهر ونص اتعالج علاج طبيعي وراحه ومراهم ومعاناه وشد وجذب وكلام من ده، ارجع تاني. فلا، بعد كده انا بشيل الوزن، اخف وزن، الوزن اللي هو لو حد شافه ما فيش حد بيضحك يعني على حد في الجيم بالمناسبه، بس لو حد شافني بشيله هيضحك. لا، اقل القليل، اقل القليل، واحده واحده. ففرصه انك ايه، تحلل ايه السبب.